في اليوم الأول من شهر أغسطس في الساعة 8 صباحا في رفح، والتي دخل فيها وقف إطلاق النار مع حماس حيز التنفيذ بعد ليلة من قصف مدفعي مركز على المنطقة الزراعية شمال رفح، حاولت دورية من لواء جفعات العثور على نفق. القوة التي ضمت 8 مقاتلين انقسمت إلى خليتين. الخلية الأولى قادها الملازمون بين إسرائيل وليائيل جدعوني والضابط السابق هدار جولدن. بين الدفئات الزراعية ساد الظلام، وتلك المنطقة تسمى باللغة العسكرية منطقة وسخة. لاحظ الجنود شخصا مشبوها على بعد مئات الأمتار، وذلك الشخص غير المسلح اختفى وكأنه لم يكن، ثم اتضح لاحقا أنه الشخص المكلف بعملية الاستطلاع التابعة لخلية الخطف التابعة لحماس. القوة طلبت السماح لها بإطلاق قذيفة مدفعية، ولكن طلبها رفض بسبب دخول التهدئة حيز التنفيذ. في الساعة 9:16 وقع الصدام مع حماس. خلية حماس وثبت من النفق وفتحت بنيران كثيفة عن مسافة قصيرة على الخلية الإسرائيلية التي يقودها قائد الدورية. تمكن بين قائد الدورية والجندي الذي يحمل جهاز الاتصال من إطلاق النار على المخربين وقتل واحد منهم. خلية حماس تمكنت من الاختفاء بالعودة إلى النفق ومعها جثة الجندي جولدن. تسجيل الاتصالات اللاسلكية الذي نكشفه لأول مرة هنا يمنحنا إطلالة نادرة على القتال الاستثنائي، وهكذا بدأ يوم الجمعة الأسود في رفح. في الساعة الأولى بعد حادثة الخطف في رفح، قادة الدوريات في جفعاتي العقيد إيلي جونيو وقادة الكتائب الرائد شموئيل والمقدم ديفيد بذلوا ما بوسعهم لإيجاد طرف خيط يقود لمكان الضابط المخطوف. الشبهة الأولى أشارت إلى أن النفق الذي نفذت من خلاله عملية الخطف ينتهي في المسجد، وطائرات الاستطلاع قصفت أهدافا مشبوهة بجوار الضباط الذين كانوا يمشطون بالنار المباني المشبوهة. سارع قائد لواء جفعاتي وقائد الكتيبة جينو إلى إعداد خطة هجومية. منذ هذه اللحظة يتوجب عليك تجميد الوضع القائم، وعليك البدء باعتقال الأشخاص المتواجدين بالشارع. خلال المطاردة خلف رفيقهم، واجه الجنود وهم تحت النار صعوبات جمة، حيث كانت وسائل الكشف عن الأنفاق قد تعطلت، وسلسلة قنابل أطلقت على معسكر من حماس لم تنفجر، وكان الجنود يدركون أن النار التي يطلقونها تشكل خطرا على صديقهم هدار جولدن. قذائف الهاون تسقط بجوارنا، القذائف تسقط بالقرب منا. في خضم القتال أطلقت القوات مئات القذائف والقنابل صوب أهداف مشبوهة في قلب المنطقة المبنية، وبحسب مزاعم الفلسطينيين أصيب جراء ذلك المئات من المدنيين. أيضا قائد الكتيبة يسارع لوقف قواته. أنتم تطلقون النار كالمعاقين، ستقتلون بعضكم بعضا، لدي قتلى، انتظروا لحظة.